فكرة حابب توصلها، لو عندك حاجة عايز تقولها، لو عندك منتج بتبيعه. من الحاجات اللي فرقت معايا كتير وساعدتني ان انا اتعلم البيع والتسويق هو البحث في قصص الانبياء، لان فيها من العبر والرسائل كتير علشان نعيش حياتنا. فانا جاي اقول لك ان من الحاجات اللي فرقت معايا كتير الآية اللي بتقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية اللي ربنا بيكلم فيها سيدنا محمد وبيوصيه ان يكون احسن في معاملاته علشان الناس تقرب منه. كل رسول وكل نبي ربنا بعته للناس كان معاه رسالة وهدفه انه يوصل الرسالة دي لأكبر عدد من الناس. فاما بتدرس القصص دي وتسمعها وتتعمق فيها بهدف انك تتعلم ازاي توصل رسالتك ايا كانت ايه رسالتك، سواء رسالتك دي في البيزنس، في الحياة العملية، في الحياة الشخصية، في الحياة الأسرية، في العلاقات، في اي حاجة. كلنا كل يوم في اي وقت بيبقى عندنا رسائل كتير عايزين نوصلها. فانا جاي افكرك وافكر نفسي انك اما بتفكر في الرسائل اللي جت مع الرسل وازاي كانوا بيقدموها للناس وازاي كان عندهم حاجات صعبة وهم بيقدموها، ده بيساعدك ان انت تعرف تقدم رسالتك بشكل صح. فلو انت عندك رسالة بوصيك ان انت تفتكر حياة الرسل والرسائل اللي كانوا عايزين يوصلوها للناس علشان توصل رسالتك. ولو عايز تشوف المحتوى ده من الفيديوهات تاني، دي سلسلة فيديوهات هدفها انها تفكرني وتفكركم ان ممكن نتبع منهج ورسائل ربنا لينا ونقدر نحقق اهداف واحلام كبيرة جدا.